القلب يا اخوان، يقول ابن القيم عنه: إن بالقلب فراغ ما يملاه إلا ذكر الله. وأسعد القلوب، خذها قاعدة بعقل تطبق، لا تسمع بس. أسعد قلب من بالقرآن، وأتعس قلب عاشق الحب، وخاصة حب المردان والمرعان بالعربي الفصيح. أباك تسمع الكلام ترسل للشباب. يقول ابن القيم: من تعلق بالمردان سقط من عين الله. قسم بجلال الله أعرف شاب في أحد المناطق حب شاب، وبعض الشباب طابين فيها: حبني وحبك. حب وضمضمة، يا الله وين الرجولة يا أخي؟ إذا راح الدين وين الرجولة؟ كيف يسقط من عين الله؟ حب وزحمة مع بعض، لبسنا سوا ونطلع سوا، وضمضمة وشفشفة وخرابيط. مع هالحب ذا يا اخوان، والله لنا اكثر من 8 سنوات نعالج هالقضايا. قسم بالله العظيم ان نهايته اذا متى النهاية معروفة. قسم بالله نهاية تنزل الراس، يا خطف يا قتل يا انتحار، الا نعم او سوء خاتم المصيبة. والله العظيم هذا الشاب مثل ما قال ابو حنان سوء الخاتم. شوف كيف حب الشوق تعلق. يا قلبي طيب له نهاية، ليش تتعلق بشيء سراب بيروح منك؟ ليش تعطي قلبك غيرك؟ ليش قلبي يصير اسير قد غيرك؟ معاه اخر شيء يا اخوان، سحب عليه سيفون البرع ذا. قلب وجهك يلا، شو ذلك؟ قلب وجهك. وراح دور واحد ثاني يركب مع واحد مع ربع. انا الولد الحق سيارات رايح جاي، الشوف من سيارة لسيارة معاه وركب. جاء الخبر الخوينة العاشق، والله يا اخواني ولد طيب، لكن خطوات الشيطان تعلق مرة ناظرة شيء لما تعلق منه. والحب يا اخوان قد يقتل. والله يا اخواني قام يعبي، يقول قدام اخويا عبي مسدس، يقول اخويا ما احنا متوقعين، حط المسدس بجيبه ويمشي يدور. لقى ابو فيه وقدام الناس دخل قال: انت تبيني ولا تبي فلان؟ شوف وين العقول والراحة. تبيني ولا تبي فلان؟ شوف انت كاسة الفطرة. وين عن حديث ابن عباس؟ يقول ابن عباس: من مات ويفعل اللواط ولم يتب يمسك في قبر خنزير، يتحول بقبر خنزير. جاء من حديث رواه الطبراني ورجال الصحيح وثقات من حديث ابو هريره: لعن الله عز وجل 7 من فوق 7 سماوات. وردد على اللوطي 3 مرات: لعن الله من عمل قوم لوط 3 مرات. ثم يجي ذاها يقول: تبيني ولا تبي فلان؟ شوف المذله، شوف الذل كيف. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين من هذا المرض. والله إنه مرض، والله إنه مرض يا شيخ أعظم من مرض السرطان، إنه مرض القلب. ذكر الله بالقرآن: يمرض قلبك وش يعالج؟ أنت لو وجعك راسك في فتور صح؟ لو وجعك قلبك وننزل من القرآن ما هو شفاء لما في الصدور. جاء هذا الشاب: تبيني وتبي فلان؟ قال: ايش تبغى انت؟ خلاص ما بيك، ابغى فلان. بعض الناس يا اخوان الله المستعان اصبح يا شيخ المرأة اجل منه. لا ابي فلان، انا ابي فلان. بكره ما يكبر قام ويجيه عيال قسم بالله يقولون اخويا قدام الناس، قال: اقول لك تبيني ولا تبي فلان؟ الولد قال: لا ابي فلان. خلاص ما ابغاك يا اخي، قصبي. قسم بجلال الله حط مسدس ورمى نفسه. قسم بالله قتل نفسه. كيف يلقى الله بكره؟ اسمع الله عز وجل يقول: اسال الله ان لا تطبق الايات على شبابه. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ
وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم. اسمع يا الحبيب للعاشق، يسمع اللي ما تبي تتوب عشان فلان والمعصية فلانية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اقتديت بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ويلتى يصيح بأعلى الصوت يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب يا ربي أنا متعلق، يا ربي أنا عندي مخدرات يا ربي، طيب يا ربي أنا أخي أمي تدعي علي الليل والنهار يا ربي، يا ربي في ناس متعلقين فيني يا ربي، يا ربي أنا طفشت يا رب، أنا زهقت يا رب، يا ربي أنا معاصي ذنوب الليل يا رب، يا ربي رجعت لي تقبلني يا شيخ الله أرحم فيك من أمك. الله يناديك الليلة هل من تائب أقبله. الله يقول إني أبسط يدي بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله يقول يا ابن آدم لو وصلت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. الله أمل فرعون 40 سنة، الله أمل النمرود 400 سنة. ربنا كريم يا اخوان، أعطاك سمع وأعطاك بصر وأعطاك نعمة وأعطاك قلب. ليش نعصيه يا شباب؟ وش سوى لنا الله حتى نعصيه؟ ليش ما نركع له ونسجد له؟ ليش يا اخوان؟ انت في نعمة وغيرك في نقمة، انت اكل غيرك جوعان، انت اشرب غيرك عطشان. ليش نعصي الله؟ ليش ما مش قصر معنا الله؟ ليش ننكر وجود الله؟ بعض الشباب ينكر وجود الله يا اخوان من سود المعاصي والذنوب. قبل امس راسنا شاب قل الله مو موجود، قسم بالله سعودي قال الله مو موجود. تضحكون علينا انتم. قال دين ايش يا رجال؟ قام يتكلم ما نفخت عليه، انقلع يلي فيك اقلب وجهك يا فاسق يا لا مسكين ذا مريض. قل طيب ارسل اللي عندك. خلصت؟ قال لي خلصت. يا زين القرآن يا اخي، فطرة على الفطرة، كلمتين 3 رسالتين 4 تذكير شرحت له، مسكين طلع غافل. مرسل لي يا شيخ كيف ادخل بالاسلام؟ اي والله يا شيخ كيف ادخل بالاسلام؟ قلت الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.